نشرت اللجنة الأولمبية الدولية Olympics.com تقريرا أشادت فيه بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بعد تتويجه بكأس العالم لأول مرة في تاريخه في تشيلي. وأكد المقال أن هذا الفوز يمثل محطة بارزة في مسيرة كرة القدم المغربية التي تواصل تألقها على الساحة العالمية بعد إنجاز كأس العالم 2022. التقرير سلط الضوء على 3 نجوم واعدين قد يمثلون المغرب في أولمبياد لوس أنجلوس 2028: ياسير زبري، عثمان معامة، وياسين جسيم. زابري تميز بأهدافه الحاسمة، ومعاما بقوته القيادية وسرعته، بينما برز جسيم برؤيته الدقيقة وتمريراته المتقنة. وخص جسيم بفقرة مطولة بوصفه عقل خط الوسط المغربي، إذ يمتلك رؤية فنية عالية وقدرة على التحكم في إيقاع اللاعب، مما جعله عنصرا أساسيا في الفريق. وقد كان حاسما في مباريات كبرى ضد فرنسا والأرجنتين بفضل إبداعه وانضباطه التكتيكي. وختم التقرير بأن هذه الجيل الذهبي من اللاعبين يجسد مستقبل كرة القدم المغربية، مع طموح واضح في تحقيق المجد مجددا خلال ألعاب لوس أنجلوس 2028.